ويشتغل، لأن بتدي يعني طاقة جميلة جدا جدا من الصباح بياكلوها. وفي أنواع كتير زي ما قلت لكم على مراحل، أنا بعمل لكم كل مرة وبذكركم بأنه ده الحاجة دي إن شاء الله تكون متوفرة في السودان عشان تعملوها بالطريقة دي. أنا جبالك زي ما قلت لك في البداية، كبيت ملعقة صغيرة من المربى، وملعقة صغيرة من الزبدة ولا السمنة، وملعقة صغيرة من السكر والقرفة. وإذا عجبكم محتواي في التقديم وفي المكونات إن شاء الله، ادوني رأيكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل يوم جديد، وما تبخلوا بالمشاركة، ويديكم الصحة والعافية. وده كده آخر حاجة للتقديم. زي ما قلت لكم قبالك، بياكلوه مثلا بعيشة تاني مع زبدة أو بقهوة شاي.